أهلا بيكم. كتير من اللي بيبدأوا قناة جديدة على يوتيوب بيبقى عندهم حماس رهيب، ينزلوا أول فيديو يمكن تاني فيديو وبعدين فجأة يقفوا ويسألوا نفسهم طيب وبعدين أعمل إيه دلوقتي؟ النهاردة هنتكلم عن الخطة اللي بتجاوب على السؤال ده، خطة استراتيجية لأول 10 فيديوهات، مش بس عشان القناة تكمل، لأ عشان تنطلق بأقصى سرعة من أول يوم. وخلونا ندخل في الموضوع على طول ونسأل السؤال الأهم. تفتكروا إيه هو أكبر سبب بيخلي معظم القنوات الجديدة تفشل وما تكملش؟ الإجابة اللي ممكن تيجي في بال أغلبنا غالبا مش هي الإجابة الصح. الأغلبية بتعتقد إن السبب هو جودة المحتوى، يمكن التصوير مش أحسن حاجة أو المونتاج ضعيف. ورغم إن الحاجات دي مهمة طبعاً، بس هي مش السبب القاتل اللي بيوقع القنوات في بدايتها. لأ، في حاجة أخطر بكتير. السبب الحقيقي هو ببساطة مفيش خطة. أيوة، غياب الخطة. إن الواحد يبدأ ينزل فيديوهات كده بشكل عشوائي تماما، اللي يجي في باله يعمله، بالذات في أول 10 فيديوهات. العشر فيديوهات دول هم أساس القناة كلها، ولو الأساس ده اتبنى صح القناة هتطير وهتنمو أسرع بكتير من أي حد يتخيل. وعشان كده في تحليل النهاردة هنركز على 4 قواعد أساسية عشان نبني الخطة دي صح. هنتكلم عن رفض العشوائية، وهنشرح فكرة السلم التصاعدي وإزاي نعتمد على الطلب الحقيقي مش مجرد تخمين، وفي الآخر إزاي نعمل مزيج ذكي من أنواع الفيديوهات. القاعدة الأولى والمحورية: لازم نوقف العشوائية دي فوراً. فكرة أنا هعمل فيديو عن أي حاجة تيجي في بالي دي أسرع طريق للفشل. القناة لازم يكون ليها شخصية وهوية واضحة جداً من اليوم الأول. طيب والهوية دي بتتبني ازاي؟ على 3 أعمدة أساسية. لازم نسأل نفسنا: أولاً، القناة دي بتتكلم عن ايه بالظبط؟ المحور بتاعها ايه؟ تانياً، مين الجمهور اللي بنتكلم معاه؟ لازم نكون محددين جداً. وتالت حاجة ودي الأهم بقى، ايه المشكلة الأساسية اللي قناتنا دي بتحلها للجمهور ده؟ لما الإجابات دي تكون واضحة، كل فيديو بينزل بيبقى ليه معنى وهدف. تمام قوي. بعد ما حطينا الأساس وعرفنا إحنا مين وبنكلم مين، نيجي للقاعدة التانية. القاعدة دي اسمها السلم التصاعدي. والفكرة هنا إن أول 10 فيديوز ما ينفعش يكونوا جزر منعزلة، لأ، دي لازم تكون سلسلة متصلة. كل فيديو بيسلم للي بعده بشكل منطقي جدا. والصورة دي بتوضح الفكرة بالظبط. تخيلوا إن القناة بتاعتنا عن النجاح على اليوتيوب. المشاهد المهتم هيبدأ يدور على إيه؟ أكيد إزاي أبدأ قناة. طيب بعد ما يشوف الفيديو ده، طبيعي هيفكر في الخطوة اللي بعدها، إزاي أختار فكرة، وبعدها إزاي أحلل المنافسين. شايفين السلم؟ كل فيديو درجة في رحلة المشاهد، وده بيخليه يفضل مكمل معانا في السلسلة كلها، وبالتالي وقت المشاهدة بيزيد بشكل مش طبيعي. القاعدة التالتة دي بقى نقلة تانية خالص، بتنقلنا من عالم التوقعات لعالم الحقائق والبيانات. لازم كل قراراتنا تكون مبنية على طلب حقيقي، يعني الناس فعلا بتدور على إيه، مش على تخميناتنا وإحساسنا الشخصي. والنقطة الجوهرية هنا هي دي: التخمين هو عدو النجاح على يوتيوب. جملة أنا حاسس إن الفيديو ده هيكسر الدنيا غالباً بتنتهي بإحباط. صناعة المحتوى اللي بتنجح مبنية على بحث ودليل، مش مجرد إحساس. طيب إزاي نعرف الطلب ده موجود فين؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. أول حاجة نستخدم بحث يوتيوب نفسه، نشوف لما بنكتب كلمة بيقترح علينا إيه. ممكن ندخل على جروبات ومنتديات ليها علاقة بمجالنا ونشوف الناس بتسأل عن إيه. نقرأ التعليقات على فيديوهات المنافسين، دي كنز من المشاكل اللي الناس محتاجة لها حلول. كل دي أفكار مضمونة لأنها جاية من الناس نفسها. ودلوقتي وصلنا لآخر قاعدة، القاعدة الرابعة. بعد ما حددنا المحور والجمهور وبنينا سلمنا التصاعدي على أساس الطلب، محتاجين نعمل مزيج ذكي لأنواع الفيديوهات في الخطة بتاعتنا. التنوع هنا مش مجرد شكل حلو، لا، ده ضرورة استراتيجية. بس خلي بالكم، ده مش أي تنوع وخلاص، ده تنوع مدروس. لازم نتأكد إن أول 10 فيديوهات فيهم تشكيلة ذكية بتدي إشارات مختلفة لخوارزمية يوتيوب. يعني إيه؟ يعني فيديو تعليمي عميق ده بيعلي وقت المشاهدة، فيديو بيحل مشكلة معينة فبيجيب تفاعل وتعليقات، فيديو بيكشف عن أخطاء شائعة فالناس بتعمله شير، فيديو مقارنة بيجذب مشاهد مركز وعارف هو عايز إيه. الميكس ده بيغذي الخوارزمية بكل الإشارات الإيجابية اللي هي محتاجاها عشان تفهم قناتك صح وتبدأ تقترحها على جمهور أوسع وبسرعة. في الآخر لما ال4 قواعد دول بيتجمعوا مع بعض بيبنوا أساس صلب جدا للقناة. الموضوع ما بيبقاش مجرد فيديوهات بتترمي وخلاص، لا، ده بيبقى نظام متكامل مصمم للنمو من أول لحظة. والرسالة الأهم اللي لازم كلنا نطلع بيها من التحليل ده هي إن أول 10 فيديوهات هم حجر الأساس للقناة كلها. هم اللي بيرسموا شخصيتها وبيحددوا جمهورها وبيوجهوا طريقها للمستقبل. كل النجاح اللي ممكن يجي بعد كده هيكون مبني على قوة الأساس ده. والاستثمار في بناء الأساس ده صح في البداية نتيجته مضمونة ومباشرة، نموه أسرع بكتير جدا.
بدل ما القناة تقعد شهور وسنين بتجرب وتغلط، الخطة دي بتختصر الطريق وبتحطها على المسار السريع من أول يوم. وهنا بيجي السؤال الأخير والمهم اللي كل واحد فينا لازم يسأله لنفسه، هل الأساس اللي بنبنيه دلوقتي لقنواتنا مصمم فعلا عشان ينمو بسرعة؟ هل هو مبني على خطة واضحة ولا على العشوائية والتخمين؟ كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية، ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.